السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد أردت به أن أدخل عليكم إن شاء الله البهجة والفرحة والسعادة. رؤية اليوم، وإن كان هذا الفيديو رقم 2 في هذا الموضوع، إلا أنه يحمل دلالات كثيرة، فأسأل الله أن تكونوا سعداء. رؤية الفواكه، سواء فاكهة كثيرة أو قليلة، فاكهة متنوعة، الفواكه جميعا عبارة عن أخبار سعيدة وفرح وسعادة ورزق قادم إليك أيها الرجل، أيها الشاب، أيتها المرأة، أيتها الفتاة. رؤية صحن مليان فواكه، أنا بقول أهو صحن قدامك مليان فواكه، أو أنت اشتريت كيس مليان فواكه. الكيس الفواكه او الفواكه الكتيرة المتعددة نجاح ينتظرك. يبقى الطالب اللي في الكلية خلاص ان شاء الله ابشر، والطبيب اللي رايح يعمل عملية، والمحامي اللي عنده قضية، والقاضي في المحكمة، ربنا هيوفقك. وبرضه الفواكه الكتيرة طموحات ليك انت هتحققها. طيب الفترة اللي جاية بقى بتاعتي انا، طالما انا لقيت فواكه كتيرة، قال لك ايه؟ مليئة بالنجاح. ورجل مستني خبر، ولقى النهارده في المنام لقى صحن قد كده متعدد، عنب، رمان، برتقال، اناناس، جوافه الى اخره، بلح احمر، بلح، كلام من ده. يقول له ايه بقى؟ رزق انت مستنيه هيجي وهيفرحك. يبقى الفواكه رمز للحظ السعيد. اي حد يشوف ثروه في الطريق اليك، ربح غير متوقع، انت ليك رغبات كتيرة طال انتظارها، ان شاء الله هتتحقق. افرح يا سيدي. طب العنب ده علامة على الصحة الجيدة. طب التوت بكل انواعه، اللي يشوف التوت ده حظ سعيد وحياة رغيدة وامان في النفس. طب الرمان قال لك لا، كل الهموم والاحزان والمشاكل اشارة الى انتهائها. خير قادم، فرحة وأموال ورغبات سوف تتحقق. ده من الرمان. يبقى يا رب ايه تشوف الرمان يا رب. طب البرتقال قال انت لما يكون رأيت برتقال بقى، اشتريته، اكلته، انت ستصل قريبا الى مكانة اعلى مما انت فيها، سواء في الوظيفة، سواء في الدراسة، سواء في المكانة بين الناس، وهيبقى لك مكانة حلوة عند ربنا. أهم حاجة عند ربنا مش عند الناس. ستصل إلى مكانة مرموقة، وهتحقق مكاسب مادية ومهنية. وإيه كمان بقى؟ لو أنت قشرت البرتقال أو قعدت تقسمه، يبقى أنت هتبتكر وعقلك هينتج حاجة كتيرة. طب الأناناس، أنت عندك آمال بعيدة جدا، لكن هي صارت برؤية الأناناس. شربت الأناناس، أكلت الأناناس، قشرت الأناناس، الآمال اللي هي كانت بعيدة ستصير قريبة وسوف تتحقق. وكل شيء سيكون في صالحك. بس عليك بالتحلي بالصبر. اصبر إن مع العسر يسر، بالصبر تنال المراد. طيب في فاكهة العلماء بيتكلموا عنها، علماء الطب والفسيولوجي والحاجات دي كلها، بيقولوا دي حاجة مفيدة، وحاجة مفيدة للكلى وللجهاز الهضمي والكلام من ده. طب عندنا احنا في الأحلام قال لك الجوافة أخبار جيدة، بس رومانسية، سعادة، بشر وفرحة، بالذات للجماعة الخطاب واللي مستني مراته تحمل قريب. يا رب يا رب كل اللي مستني مراته تحمل تديها بدل الولد ولدين وتوأمين، فرحهم يا رب، بس ما يشتكوش بعد كده. يبقى الجوافة ايه بقى؟ اخبار جيدة، رومانسية للخاطب، سعادة للمرأة المتزوجة، وكل توتر في حياتك انت او جوزك سيزول، واي خلاف بين الرجل ومراته سيزول، وسوف تتمكنون من حل اي مشكلة. ده عشان الجوافة. فالجوافة خلوا بالكم منها، رمز للفرح. طب الفواكه عامة حياة حلوة، مكافآت جاية لك، مسرات. الموز قال الموز مال، ولو هو ورزق. الموز اللي هو الايه؟ الاصفر. واحيانا يدل الموز على العلم، ويدل على الدين، ويدل على التقوى. تمام.
واذا رأيت بقى نفسك ان انت بتقطف الموز، وده قليل مننا اللي بيلاقي نفسه بيقطف الموز لان هو مش في الصحراء ولا غيره، فانت من اهل العدل ومن اهل الحق. انا اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن رأى الخير وصار على الخير وحقق الله له الخير. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ومن شر خلقك سلمنا، وعلى الإيمان التام توفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.